السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الورده بالشكل ده، وهنعمل مع بعض القلب الصغير ده. طبعا انا كنت عامله القلب دوت والورده في الفيديو اللي فات، وفي ناس طلبت مني ان هم عاوزين طريقه القلب وطريقه الورده دي تقدري تزيني بيها الشغل بتاعك، وشكلها شيك جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. هنعملها مع بعض النهارده. بتعمليها طبعا وتزيني بيها شنطه، تزيني بيها بوك انت عاملاه زي ما انا كنت عاملاه برضو قبل كده، والقلب برضو بتزيني بيه الشغل بتاعك زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي. طبعا اي خيوط متوفره عندك هتعملي بيها، مفيش اي مشكله. الابره استخدمت ابره مقاس 3.5. هبدا اعمل مع بعض القلب الاول. هنعمل عقده البدايه بالشكل ده كده، ونرتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4. بعد ما عملت 4 سلاسل هدخل في اول سلسله عملتها بالشكل ده كده، وهقفل فيها واقفلها بمنزلقه اهو. بس كده اكون عندي الدايره السحريه دي عشان خاطر اعمل فيها القلب اللي انا هعمله. وهبدا ان انا ارتفع 3 سلاسل زي ما انتم شايفين كده. بعد ما ارتفعت 3 سلاسل هلف لفتين على الابره بالشكل ده كده، عشان خاطر هعمل 3 عمود ب2 لفه في الدايره دي كده. في الدايره اللي انا عملتها قفلتها بمنزلق، هدخل اعمل فيها 3 عمود ب2 لفه اهو. يبقى بلف لفتين على الابره، بدخل في الدايره معايا كده كام 4، بخرج من 2 في 2 دي كده العمود ب2 لفه اهو. بلف لفتين ادخل اعمل كده، اخرج من 2 في 2 بالشكل ده كده. كده بقى معايا ال3 سلاسل هعتبرهم تبع العمود، هيبقوا كده معايا 4 زي ما انتم شايفين كده. فهعمل كمان 4 عمود بلفة واحدة بس، يبقى انا عملت 3 عمود ب2 لفة. هعمل 4 عمود بلفة واحدة. طبعا السلاسل انا بعتبرها تبع العمود، السلاسل اللي انا ارتفعتها بعتبرها تبع العمود ب3 لفة ب2 لفة، فيعتبروا كده كام 4. هدخل اعمل 4 عمود بلفة واحدة بس في الدايرة برضو اهو. 4 عمود بلفة واحدة زي ما انتم شايفين كده. الف لفة واحدة على الابرة، ادخل في الدايرة معايا 4 حلقات، اخرج من 2 في 2 اهو. كده عملت 2، هعمل 2 كمان يبقى كده 4 اهو بالشكل ده كده. بس كده خلاص عملت عندي، شايفين كده لو جينا قلبناها يعتبر ان احنا عملنا نص كده القلب بالشكل ده كده. هعمل بقى ايه، هلف لفتين على الابرة، وهدخل في الدايرة اعمل عمود ب2 لفة اهو، عشان خاطر يظبط معايا الشكل. شايفين كده بقى، لو بصينا يبقى كده احنا عندنا ايه، نص قلب بالشكل ده كده. هنعمل بقى الادوار التانية بالعكس. احنا كنا عاملين اخر مرة عملنا فيها، عملنا ال4 عمود بلفة، وهنا عملنا الاربعة اللي هم التلاتة ب2 لفة والسلاسل. فهدخل بقى اعمل 4 عمود بلفة واحدة عكس ده كده اهو. 4 عمود بلفة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. ده 1 2 3 4. بعد ما عملت 4 عمود بلفة واحدة هعمل بعد الدور ده بقى كده، هعمل 3 عمود ب2 لفة اهو. لف لفتين وادخل اعمل 3 عمود ب2 لفة من 2 في 2. يبقى بلف لفتين على الابرة، بدخل في الدايرة، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. كده انا عملت 2، هعمل التالتة اهو. هلف لفتين وهدخل اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. كده انا عملت كام 3 عمود ب2 لفة. هبدأ ان انا ارتفع 1 2 3 نفس السلاسل اللي احنا ارتفعناها. السلاسل اللي احنا ارتفعناها الجهة التانية هرتفع برضو 3، وهدخل زي ما انتم شايفين في الدايرة كده اهو، واقفل فيها بمنزلق بس كده. وهاخد بقى ايه غرزة كده تثبيت، وهقص الخيط بتاعي. بس ده كده طريقة القلب طريقته سهلة جدا اهو زي ما انتم شايفين. هربط بقى دول في بعض وايه واثبت الخيوط بتاعتي وكده خلاص. كده دي طريقة القلب.
هعيد لكم تاني الشرح. اول حاجه عملنا 4 سلاسل وبعدين قفلناها بمنزلقه، وبعدين ارتفعنا 3 سلاسل، وبعدين عملنا 3 عمود ب2 لفه، وبعدين عملنا 4 عمود بلفة واحدة، وفي النص كده اللي هي فيها النص بتاع القلب عملنا عمود ب2 لفة، وبعدين رجعنا عدنا اللي قبل كده تاني عملنا 4 عمود بلفة، وبعدين 3 ب2 لفة، وبعدين عملنا 3 سلاسل وقفلنا بمنزلقة. وده كده شكل القلب زي ما انتم شايفين كده. هنشوف بقى طريقة الوردة. هنعمل بقى الوردة زي ما انتم شايفين كده، شكلها شيك قوي. حبيت ان انا اعملها معاكم. لو حابه تزيني بيها شنطه، اي شغل عندك حابه تزيني بيها هتبقى شكلها شيك برضو. هنعمل مع بعض دايره سحريه زي ما انتم شايفين. بلف الخيط على صباعي لفتين كده اهو، شايفين لفه ولفه، وبشيل بقى الخيوط بالشكل ده كده بس كده اهو. امسك دي كده معايا وبدخل بالابره في الدايره السحريه بالشكل ده كده، اخد سلسله تثبيت اهو، وهدخل اعمل 7 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7. هشد الخيط بالشكل ده كده، هقفل الدايرة معايا اهو، وهدخل في اول غرزة عملناها، اول حشو عملناها هقفل فيه بمنزلقة عشان اقفل معايا بالشكل ده كده اهو، واشد بقى دي كده اقفلها كويس. شايفين كده اتكون عندي بالشكل ده كده. هدخل هجيب بقى لون تاني، هقص طبعا اللون الابيض ده. لو حابه تكملي باللون مفيش مشكله، لو حابه تدخلي لون تاني هيبقى شكلها شيك برضو. فهاجي بقى كده بالشكل ده كده اهو، وهدخل اسحب اللون التاني بالشكل ده كده اهو. يبقى انا كده عملت 7 غرز حشو. لو انت حابه الورده تكون كبيره ممكن تعملي 10 غرز حشو على حسب ما انت حابه تعمليها. وهعمل بقى كام 11 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنسيب دي كده بقى ايه البتلات بتاعت الورده او على شكل الشجره زي ما انتم شايفين كده، على شكل ورقه شجره هنعملها بقى مع بعض. فانا بعد ما عملت 11 هسيب دي وهدخل على اللي بعديها على طول اقفل فيها بمنزلقه. قفلت بمنزلقه، هعمل غرزه نص عمود زي ما انتم شايفين في السلاسل دي اللي احنا بنعملها. يبقى انا قفلت بمنزلقه، وبعدين عملت واحده نص عمود، وبعدين هعمل واحده عمود بلفه واحده اهو، وبعدين هعمل بقيه الغرز اللي عندي، بقيه السلاسل اللي عندي كلها هعمل فيها عمود ب2 لفه اهو. زي ما انتم شايفين كده بلف لفتين على الابره، بدخل في السلاسل اللي عندي اعمل عمود ب2 لفه اهو. زي ما انتم شايفين كده اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين اهوت لحد ما اخلص كل السلاسل اللي عندي اهوت. ادخل كده خلاص. اخر 2 عندي، اخر 2 سلسله عندي زي ما انتم شايفين كده، بعمل فيهم زي ما عملت هنا كده. بعمل واحده عمود بلفه وواحده نص عمود بالشكل ده كده، واجي بقى كده ايه اروح قافله اشد الخيوط معايا كده واقفل بمنزلقه في السلسله اللي بعديها على طول اهو. في الغرز الحشو اللي كنا بنعملها اقفل فيها بمنزلقه زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا ارتفعت 11 سلسله. جيت من اول السلاسل سبت السلسله ال11، عملت منزلقه، وبعدين نص عمود، وبعدين عمود بلفه، وبعدين اعمده ب2 لفه لحد ما وصلت لاخر 2 سلسله بعمل فيها واحده عمود بلفه واحده، وواحده نص عمود، وبعدين بقفل بمنزلقه وبكمل برضو كده. برتفع برضو 11 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وبكرر نفس اللي انا عملته، بسيب دي وبدخل في اللي بعديها على طول اعملها منزلقه، وبعدين اعمل واحده نص عمود، وبعدين واحده عمود بلفه، وبعدين الباقي عمود ب2 لفه لحد ما اوصل لاخر 2 سلسله اهو كده. هكمل معاكم دي اهو كده. اعمده ب2 لفه زي ما انتم شايفين كده اهو، اعمده ب2 لفه في كل السلاسل اللي عندي لحد ما اوصل لاخر سلسلتين اهو.
اعمدها باتنين لفة، واللي بعديها كمان واحدة باتنين لفة اهو. باقي معايا بقى اخر اتنين سلسلة زي ما انتوا شايفين اهو، دي ودي هعمل فيهم واحدة عمود بلفة وواحدة نص عمود زي ما انا عملت في الاول كده، وبدخل بقى في الغرزة اللي بعديها على طول اهو. الغرز الحشو اللي احنا كنا عاملينها دي بدخل كده واخد معايا طبعا الخيوط كده واقفل فيها بمنزلقة بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ بتفضلي بقى تكملي كده لحد ما تعملي الغرز اللي عندك الحشو اللي احنا عاملينها لحد ما تخلصيها كلها. لو انت حابه الورده كبيره هتزودي عدد السلاسل، تعملي 10 هتطلع معاكي، هتزود معاكي الشكل ده من هنا كده. ممكن تبقى 10 برضو زيهم او 8 على حسب ما انت عامله. انا عملتهم 7 فوصلوا معايا 6 بتلات بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. بس كده هتكملي بقى بالطريقه دي كده. كملي بقى كده 11. هسيب واحدة اقفل بمنزلقة، وبعدين اعمل واحدة نص عمود، وبعدين واحدة عمود بلفة، وبعدين الباقي اعمدها باتنين لفة لحد اخر سلسلتين اهو. اعمل بقى اعمدها باتنين لفة كده لحد ما اوصل لاخر سلسلتين، بعمل فيهم واحدة عمود بلفة، برجع تاني اعمل زي ما عملت في الاول، واحدة عمود بلفة وواحدة نص عمود، وبعدين اقفل فيها بمنزلقة اهو. واحدة عمود بلفة، ده كده اخر سلسلتين باقيين معايا زي ما انتوا شايفين كده، وواحدة نص عمود. نص عمود بخرج من 3 حلقات مرة واحدة، وباجي بقى في الغرز اللي كنا عاملينها الحشو بدخل كده واقفلها بمنزلقة وابدا ان انا ارتفع واكمل بقى كده لحد ما توصل معايا لحد ما اخلصها كلها، لحد ما الفها كلها من هنا كده واخلصها بس كده. وده كده الشكل النهائي للوردة زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصتها. والقلب اللي انا عملته معاكم يا رب يكون طريقة الشرح سهلة، ويكون قدرت ان انا افيدكم واشرح لكم بطريقة سهلة تقدروا تعملوا بيها الشغل بتاعكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو والاشتراك علشان خاطر تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.